السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة، ويا ربنا ييسرها علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين وكل العالم يا رب العالمين. هنعمل مع بعض إن شاء الله صينية مكرونة بشاميل خطيرة، والطعم حكاية وجميلة جدا، ومكونات بسيطة ويعني وسهلة جدا. اللي أول بقى مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نخش نسمي الله ونصلي على الرسول الله ونخش ونشوف الطريقة. قلنا بقى هنعمل ايه مع بعض. الأول هنعمل المعصجة. حطيت معلقة سمنة كده بلدي كده حلوة الأول في الوok أو الطاسة بتاعتك. يعني لو مش متاحة السمنة البلدي أي سمنة عادي وهتطلع من إيدك جميلة وزي الفل. حطيت فيها ايه بقى؟ ورقتين لورا وحبهانة ومستكة وقرفة خشب وقرنفل. كنت أنا بقى مقطعة بصلاية كبيرة، مكعبات كده صغيرة أو مربعات صغيرة، ونزلت بيها على الايه، على الحاجات اللي انا حطيتهم في الطاسة ديت، علشان بس ايه، يعني تدبل بس شوية، مش عايزاها تاخد لون. أو زي ما انتم شايفينها كده. الريحة طبعا جميلة لأن الحاجات التوابل دي الأول طلعت ريحتها كده في السمنة، بعد كده نزلت بالبصل عليهم، ادت الريحة الجميلة دي الحلوة قوي. نزلت بقى عليهم بإيه، بتلت كيلو لحمة مفرومة. تلت يعني لا ربع ولا نص، بس هو تلت حلوة قوي قوي. وهتبقى في الصينية دي كبيرة كده حلوة ومكفية قوي قوي. قلبتهم بقى كده تقليبة كده مع بعض. البصلة بس عشان ايه، اللحمة بس بفرفطها كده من بعضها. خلاص يا حبايبي، نزلت بقى عليهم بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر. معلقه الفلفل الاسمر دي علشان يعني ايه، تديها الريحه الحلوه وتضيع الريحه ايه، ريحه الزفاره. والملح عشان يدبل ايه، اللحمه. بعد كده نزلت عليهم بطماطمايه برضو كبيره متقطعه كده برضو، مكعبات صغيره. قلبتهم مع بعض لحد ايه ما تدبل بس شويه برضو ايه الطماطم. كنت انا بقى عامله ايه، فلفل احمر وفلفل اخضر. لو انت بقى عندك يعني فلفل الوان التلاتة، اصفر احمر اخضر اللي انت عايزاه انزلي بيهم، دي بتديها برضو ايه، يعني طعم جميل وبتزيد من الحلاوه بتاعتها. بعد كده بقى نزلت بمعلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، ربع معلقه قرفه مطحونه، ربع معلقه جنزبيل، معلقه بابريكا، معلقه 7 بهارات، رشة زعتر افركيها برضو كده زي ما احنا متعودين، بتدي الريحة خطيرة والطعم جميل جدا. واخر حاجة نزلت عليهم برضو بايه، برشة جوز الطيب، اللي هي برضو بتدي ايه، طعم وريحة جميلة جميلة قوي. قلبي بقى المكونات دي كلها مع بعضها عشان تعمل ايه بقى، تتجانس مع بعضها، وفي نفس الوقت تدبل بقى الحاجات دي كلها تدبل شوية. لكن مش تختفي يعني الحاجات من بعضها، لا، تدبل علشان لما تحطيها بقى في وسط المكرونة تدي الطعم الجميل. قلنا بقى هنعمل ايه بقى كمان، البشاميل على البارد عشان يعني ما نحط السمنة كتيرة قوي في الصينية وما تبقاش ايه تقيلة قوي. جبت كيلو لبن، وعلى كل كوباية لبن معلقة دقيق بتاعة الأكل اللي انت بتاكليها دي. يعني المعلقة اللي انت بتاكلي بيها على كل كوباية لبن معلقة دقيق الأكل. قلبيه بقى كله كده الأول اهو مع بعضه على البارد لحد ما الدقيق ده كله خالص كده يختفي في قلب اللبن. يعني دي طريقة حلوة قوي قوي، ما تخليلكيش الحاجة دسمة قوي كده وتقيلة. نزلت بقى برضو عليهم بمعلقة ملح ومعلقة فلفل أسمر، وأقلبيهم برضو تاني علشان ايه، الملح والفلفل يدوب مع الدقيق. ده كل ده لسه على البارد، يعني محطناهوش لسه على البوتاجاز. بص كده زي ما انتوا شايفين. يعني دي طريقة جميلة جدا وسهلة، ومش هتخليكي كده بتاكلي حاجة تقيلة كده ايه وحاجة خفيفة. خلاص حطيته بقى على البوتاجاز، ايدك تنك فيه علشان ما تتقلش معاكي ولا تشطش تحت وتمسك في الايه، في الحاجة اللي انت هتعملي فيها الكريمة دي او البشاميل. شايفين السمك بتاعها. ان لقيتيها بقى تقلت معاكي عن كده، حطي معلقتين شوربه اذا كان عندك او معلقتين ميه، بس المهم تديك السمك الخفيف ده. بعد كده بقى جبنا ايه، جبنا حله حطينا فيها برضو معلقه سمنه بلدي، ونزلنا بقى عليها بنص كوبايه عصير طماطم. دي بقى كمان بتزيد من حلاوتها مع المكرونه، يعني بتخلي الطعم حلو قوي. قلبناها بقى كده مع بعض، السمنه مع عصير الطماطم، لحد ما تلاقي ايه، يعني تقلت شويه كده ويعني وتسبكت. نزلت بقى عليهم بالايه، بالكيلو الا ربع مكرونه، اللي هي مكرونه الفرن. طبعا سلقتها انا برضو في ميه وملح وحبه زيت صغيرين وصفتها بس ما غسلتهاش. نزلت بقى عليها كده المكرونه، نزلت بالمكرونه على بقى الصلصه، ومعلقتين بقى اللي هي البشاميل مع بعض كده، وتقلبيهم بقى. خطيرة خطيرة بقى، يعني الطريقة دي كده والتكاية دي حلوة قوي، هتخليكي بقى تدوقي طعم البشاميل. المكرونة كده جميلة جدا.
تكوني انت بقى جايبه ايه معاكي، حطينا برضو فيهم معلقه ملح وفلفل. جبت تكوني انت عامله ايه بقى، جايبه الصينيه دهنها سمنه من كل الجوانب، من الاربع جوانب. يعني اديها معلقه سمنه حلوه قوي عشان ما تلزقش معاكي المكرونه. عشان كده احنا عملنا البشاميل بدون سمنه، وعملناه على البارد او عملناه على البوتاجاز على طول. حطي بقى نص المكرونه تحت وسويها كده. كنت انت بقى طلعتي الورق الورق اسمه ايه، الورق اللورا والحبهان والقرنفل والقرفه. ليه بقى؟ عشان ما يضايقوكيش في الاكل. نزلتي بقى باللحمه كده كلها المعصجه على نص المكرونه. بعد ما سويناها، احنا بنسويها بس ليه؟ علشان بس ايه، يعني البوز بتاع المكرونه ما يبقاش كده ايه طالع فوق، لا بنسويها بس تحت كده، يعني احنا عايزينها جوسي كده مفرفطه وحلوه قوي، طعمها جميل. خلاص، وزعي بقى اللي هو ايه التلت كيلو اللحمه ده كده على الصينيه كلها كده، بحيث انك ايه تخلي كل المكرونه متغطيه كده بالايه بالمعصجه. خلاص كده بقى وزعناها. خلاص اهي. عندك بقى شويه ميكس جبن، حطي جبنه رومي على جبنه شيدر على جبنه موزاريلا، بصي يعني ايه اللي عندك، ايه اللي متاح. اي حبه جبنه كده، لو مفيش بقى عندك جبنه حط لها معلقتين قشطه كده، هتبقى خطيره. بس عشان انا كان عندي حبه ميكس جبن، حطيتهم بقى كده رشتهم على على المعصجه. هننزل بقى ايه بالنص التاني بتاع المكرونه، عشان احنا قلنا كيلو الا ربع مكرونه على تلت الكيلو لحمه. كانت يعني خطيره ودسمه وحلوه قوي. مش دسمه بقى يعني تبقى تقيله، لا تبقى حلوه كده ايه، الطعم كده ايه مريح. خلاص كده برضو سويناهم كده. يعني احنا ايه مش بنكبسها، لا احنا بس بنسويهم علشان لما نحط بقى البشاميل على الوش بتبقى ايه الاطراف دي مش طالعه لفوق كده. وزعنا بقى بقيه البشاميل طبعا اللي عندنا. شايفين برضو، بصوا لسه سمكه ازاي خفيف ما تقلش، عشان هي طبيعي لما بتدخليها الفرن البشاميل اللي بقى ايه بيتقل او بيجمد، فانا مش عايزاها مكبسه، عايزاها حلوه كده خفيفه كده وايه، والطعم بتاعها بتبقى كده ايه حلو قوي. وزعي بقى كله كده عليها، غطي كل المكرونه. وجبت برضو شويه بقى جبنه موزاريلا في الاخر ديت، علشان دي بقى اللي ايه اللي بتنزل برضو كده الدسم بتاعها على البشاميل، وبتدينا بقى اللون الحلو اللي على الصينيه. بس بص يعني بقى خدت كده يعني كفايتها من ميكس الجبن والجبنه الموزاريلا على الوش، وحلوه قوي وحكايه، والصينيه اصلا كمان دهناها سمنه، فكده يعني خدت سمنه كفايه. تكون انت بقى مولعه الفرن على نار عاليه، حطيها بقى في الشبكه اللي في النص. وما تحطيش تحتيها حاجه، لما تشوفيها بقى احمرت من الجوانب حطي الصاجه من تحت بس. ويعني ايه وراعيها بقى، هتديكي بصي اللون بقى الجميل بتاعك ده، لان هي طبيعي هي كل حاجه مستويه فيها، فاحنا بس عايزين نديها ايه اللون. فهي طبعا احمرت عندي من الجوانب، حطيت الصاجة، ادت بقى اللون الجميل اللي فوق دوت. ومكرونة عايزة اقول لك بشاميل خطيرة وحلوة كده وخفيفة، وهتاكليها يعني هتستمتعي بيها. بصي بقى بعد ما طلعنا بقى، مش هتطلع معاك الخرط طبعا، الا بقى لو سبتيها بردت خالص تطلع معاك الخرطة برضه، ومش مكبسة، لا خفيفة معاكي كده وحلوة قوي، جوسي كده وجميلة قوي. شفتوها بقى، بص هي في الطبق عامله ازاي، والطعم جميل جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم مكرونه بشاميل من الاخر. اللي اول بقى مره يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي. وبألف هنا وشفا، وربنا يا رب ييسرها على كل العالم، وتبقى الأيام اللي جاية أحلى بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.